والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في حكاية جديدة من حكايات العشرية السوداء. وقبل ما نبدأ بحكاية اليوم، اللي عنده قصات العشرية السوداء يبعثها لي رقم واتساب اللي غادي يظهر أسفل الشاشة. الحكاية تاع اليوم جاتنا من ولاية سيدي بلعباس، ويقول صاحب القصة: اليوم جيت نحكي لكم القصة تاع الوالد نتاعي وعلى الشيء اللي صرا للعائلة تاعي. وزدت انايا في عام 1976، وكنت انايا الولد الرابع بين 12 طفل، وكنا حنايا مخلطين بين نساء ورجال. الوالد ربي يرحمه ان شاء الله كان مزوج بزوج نساء، وكان بخيره ولاباس عليه. وكانت عندنا الارض في سيدي بلعباس، وكان فاتح 3 حواني تاع بوشي في ولاية وهران. يعني كنا كامل الخوة نخدمو في رزقنا، وكنا حنايا كامل مقريناش. وفي الصغر تعلمنا مع الوالد نتاعنا تربية الغنم، وكان حاكم الحوانة تاع وهران هو وشريكو، وكنا صراحة نخدمو ما شاء الله علينا. وشريكو اللي اسمه حسن هو اللي كان حاكم الحوانيت في الحسابات نتاعها، بحكم كان عنده غير البنات. وربع خوتي هما اللي كانوا يخدموا في الحوانت. وفي هذاك الوقت يا خوتي الدنيا كانت زاهية، وما يكذبش عليكم يا خوتي، كنا عايشين في الدوار خير من اللي عايش في مدينة. وفي الوقت هذاك اي حياة تخرج جديدة حنايا الوالا اللي نجيبوها، سواء من كسوة سواء من الواطة. واخواتي البنات كانوا كامل بالذهب تاعهم وبالصيغة نتاعهم، على خاطرش الوالد نتاعي كان كل ما ينحي زراعة ملر الفايدة هذيك يشريها ذهب لاخواتاتي. وفي عام 1989 كامل تزوجوا. يعني في العام هذا كملنا كامل البنات وبقينا حنايا الشاشرة. وكما كان الحال خاوتي الكبار تزوجوا، وبقينا حنايا الصغار غير الخدمة للدار، وكي تحتاج كاش حاجة تروح للوالد يعطيك. وبالضبط في عام 1990 الوالد تاعي كي كان يتحاسب مع شريكه، وبلا ما ندخلوا في التفاصيل كامل، فاق باللي كان يسرق فيه، والله اعلم كيفاش فاق. المهم الشيء اللي كنا نعرفه حنايا هو الوالد نتاعي في العام هذاك حبس الشراكة مع هذاك حسن، وكما نقولوا حنايا فراغها ما بيناتهم. ورجعنا حنايا نخدموا في الحوانت، وخويا الكبير هو اللي كان حاكم الحسابات. وباش تفهموا يا خوتي، هذو الحوانت كانوا في اسم الوالد نتاعي، ودخل معاه هذاك الانسان لانه كان قاري ومثقف، وكان يفهم الحسابات مليح مليح. وعلى هذه زعما دخلوا شريك باش يحافظ على الرزق نتاعو. هذاك حسن كان يسرق فينا وحنايا ما لباناش. المهم مع الوقت كما قلت لكم خويا الكبير هو اللي حكم الحسابات، وكان يحسب واش يدخل اللحم واش يخرج ولا كوموند اللي يجوه. خطرات كنا نذبحوا من عندنا، وخطرات كنا نشرو من الاسواق، وكا هكاك. وكان خويا الكبير ناقص في الحسابات، وديما نلقاو الناقص. وكانوا يصاولنا المشاكل بزاف، سورتو مع الإقامات الجامعية. الله أعلم إذا كان هو يدي ويخبي ولا صح ما يعرفش يحسب. المهم في عام 1991 المطببة الأولى خرجت من سيدي بلعباس، وشالها بطمة في ولاية وهران، وهي كان عندها غير البنات، وكامل تزوجوا وقووا المشاكل في الدوار بينها وبين الأم تاعي. وقرر الوالد باش يفرقهم وكل وحدة تكون في الدار تاعها. ورجعنا حتى حنايا نروحوا عندها للدار. وفي الحق ما اللي كانوا مشاكل بينها وبين الوالد نتاعي، ولكن حنايا كانت تعاملنا كما ولادها. والوالد تاعي ربي يرحمه قبل العشرية السوداء كان من الناس اللي دعمت الحزب الفيس، حتى دخلت علينا العشرية السوداء في 95. وراني عاقل غير فتحنا الحانوت حتى لقينا واحد البرية عند الباب. صراحة حنايا ما كناش نعرفو نقراو، وكنا حنايا غير نهجو برك. وكان واحد الانسان يخدم معنا وهراني، وهو اللي قراها لنا. وراني عقل هذيك البرية بعثوه لأب تاعي، واللي طالبين فيها 30 مليون للجماعات الإرهابية. على حسب الشيء اللي راه مكتوب خبروه بالبلاصة اللي يلقاوه فيها. وكانت في الوقت هذاك طريق معسكر، وحنايا من جهتنا ما شاعش بزاف في الحكاية تاع الجبل في وهران. صح كنا نسمعوا في التلفزيون بالشي اللي راه صار اللي كان في العاصمة وفي بليدة، ولكن من جهتنا كانت الدنيا شوية عافية. المهم كي جا الوالد تاعي خبرناه ورفد هذيك البرية وداها ديريكت عند لابوليس، وراح زعما دار شكوى. حتى في الكوميسارية ولاو يضحكوا عليه وقالوا له كاش واحد نصاب راه باغي يديلك درامك، وزيد بزيادة داولو شكوى كونتر اكس.
ولكن ما راحوا معاه، ما حوسوا عليه، بالعكس قالوا له متفوتش من هذيك الجهه. ومن نهار هذاك يا خوتي بدات المعاناه تاعنا تاع الصح، على خاطرش كانوا هذوك الجماعات اللي ما يتسماوش هما صح اللي بعثونا البريه، ومشي كيما قالوا لا بوليس. وكانوا هذوك الجماعة الإرهابية من جهة الدوار تاعنا، وبالضبط في منطقة واد مفتوح، وكانت حنايا فوقنا الغابة والتم وكانوا متمركزين. في الاول حنايا ما كناش نشوفوهم ولا نحسوا بيهم، حتى من نهار بعثوا هذيك بريه ولاو يعني يهبطوا من الغابة ويجوا عندنا حنايا. وكي كانوا هم يجوا ويهبطوا انايا ما كنتش ثماك في الدوار، كنت خدام في ولاية وهران في الحوانيت نتاعنا. ولكن الوالد نتاعي كان يقعد في الدوار بزاف، وهو اللي كان في الواجهة مع هذوك الكلاب اللي ما يتسمعوش. وباش نقول لكم عطاهم الدراهم ولا ما عطاهمش نقول لكم الله اعلم، وحتى واحد ما شافوا كيما دلهم. ولكن مع الوقت بدات الحالة تنقص، ورجعنا حنايا نخدمو وما نلقاوش الفايدة تاعنا، حتى وصلنا لرمضان تاع عام 1994. وفي هذا الشهر يا خوتي خدمنا ما شاء الله، وكنا نفطروا عند مرت بابا في وهران، وقعدنا عندها ثم وكنا نفطروا ونتعشاو حتى ليلة 27، وعاودنا هبطنا كامل الدوار. وحتى مرت بابا اللي كانت ساكنة في وهران في العيد هذاك هبطت معنا. وكما كان الحال فوت النهار الأول بشكل عادي جدا، ونهار الزواج جاو خواتي البنات كامل. وكان من عادات الأب تاعي نهار الزواج بناتو والأحفاد نتاوعو ونسابو كامل يتعشاو عنده. المهم داروا طعام وداروا حيرة وداروا بزاف صوالح، وكما كان الحال تعشينا وكملنا وقعدنا مقصرين، ونسا كانوا في البيت وحنا يا الرجال كنا في الصالة قاعدين. وفي الوقت هذاك العيد جاب الشتا وحنايا قاعدين هكاك والصقا والحس تاع الدراري الصغار ما قدرنا نسمعو حتى حاجه. المهم قعدنا فتره حتى نسمعو الخبطه تاع الباب، تحسب العسكر راهم جاو. وكما كان الحال الام تاعي وبابا نهضوا مخلوعين الباب، حتى حضر واحد من هذوك اللي ما يتسماوش وقال لهم فتحوا الباب علينا، حنايا رانا ضياف ربي. وفي الحق حنايا في هذيك الدقيقه فهمناهم بلي هذو جماعات ارهابيه، واصلا حنايا ما خلينش لسامنا يروحوا لديارهم غير على جاو كاش ما يلقاوهم في الطريق، حتى جاو عنا حتى للباب تاع الدار. وكما كان الحال دخل هذاك الامير نتاعهم ولا ما نعرف كيفاش يعيطولو، وكانوا يعيطولو ابو خالد، وهو اللي كان يشوف معنا وبدا يكفر بربي، زعما علاش حنايا رانا نفرحوا بالعيد وهما راهم يجاهدوا في الجبال. ومن بعد دار الاب تاعي وقالوا يلا وجد الامانه اللي تفاهمنا عليها، وقالوا الوالد راهي واجده 5 دقائق برك وتكون في يدك. وراح، وهذوك اللي ما يسماوش اللي كانوا معاه دخلوا في 5 وكانوا كامل رافدين السلاح، ولاو يقولوا جميع واحد راه رافد معاه دراهم ولا ذهب يحطهم في وسط شكاره، وجابوا شكاره تخيشه كبيره معاهم. وناضت وحده من خواتي مسكينه من الشوك قالت بلي الذهب تاعها راه في دارها وما جابتوش، يعني كشغل قالت لهم صح راه عندها الذهب ولكن ما جابتوش معها. وهذه الهضره يا خوتي هضرتها بلا ما تحس. المهم شاف معاه هذاك ابو خالد وهضر مع زوج مع اللي كانوا معاه، وناضوا جابوها وبداو يسقسوا فينا شكون الراجل تاعها. ايا رفد نسيبنا اليد نتاعو وقالوا انا هو. المهم شاف معاه هذاك الارهابي وقالوا يا وحد الديوث ضروك تروح تجيب الذهب تاع مرتك، وكي تجيبو نتايا روح ديها. والوالد تاعي راح جاب له الامانه اللي قالوا عليها، ومن بعد رجع وعي يحاول فيهم، وحتى حنايا بقينا نحاولوا فيهم. ولكن يا خاوتي واحد الشعور اللي ما تقدرش تحسه، هو يرفدوا هذوك الكلاب اختك ما بين عينيك وبالحضور تاعك وبالحضور تاع راجلها ويدوها معهم وتروح. واحد من خوتي الكبار ما قدرش يتحمل وراني عاقل عليه كيما ذروك، وقال لهم ادوني انايا في بلاصتها وكي يجيب لكم الذهب اطلقوني. وقال لهم نتوما راكم تحوسوا على الذهب ادوني في بلاصتها وهي خلوها هنايا. المهم دار لي هذاك الامير نتاعهم وعطاه بواحد الكف طيحوا في الارض، وهذوك اللي كانوا معاه خرجوا برا. صراحة يا خوتي حنايا ما فهمنا فيها والو، وعلاش بالضبط خرجوا وعلاش ولاو يضربوا فيه. وفي رمشة عين خرجوا خويا ودخل واحد من هذوك اللي ما يتسمعوش وكان رافد راس اخويا ربي يرحمه ان شاء الله، وقاسوا اليمه في حجرها. والتم يا خوتي يما تغاشات
واختي داوها وراحوا، والدار كامل كانت مقلبة على اختي وعلى اخويا اللي مات. وفوق هذا الشيء راحوا وتهدوا علينا، وحنا يا خوتي ما لقينا ما نديرو، وبقينا غير نتفرجوا في بعضنا. والشوق كان كبير في الدقيقة هذيك، وكامل فهمناش واش صرالنا، ما حسينا حلم ولا كاش كابوس فات علينا. واحد من سامنا قال بلي شافهم كي راحوا على رجليهم، وكان يقول يعني راهم غير هنايا، وكون يجوا لهم العسكر قادر يقبضوهم الليلة هذيك. حتى دارينا الوالد وقال العسكر ما يخرج دروك، ومحال العسكر يخرج في الليل وفي الوقت هذا، ولازم حتى يطلع النهار باش يجي. على خاطرش في الوقت هذاك تاع 94 كانت حالة مخلطة بين الجيش والشعب، وكانوا كاينين حتى من الجماعات يروحوا عند الجيش ويخبروهم باللي هذوك الجماعات ضمولهم للدوار، وكي يروحوا العسكر معاهم للدوار يلقاو هذوك الكلاب يستناو فيهم، وزيد بالزيادة يصدموا لهم حتى للكازينة تاعهم. وخرج براي وهو انه غدوة ان شاء الله نخبروا الجيش الوطني الشعبي، ولكن قاع ما نجبدوش الحكاية تاع الذهب على خاطرش الدولة ما تسامحش على الشي هذاك. المهم غدوة من ذاك سيبنا راحت الشكوى، وجاو العسكر وشافوا الجثة تاع خويا مسكين، وكما كان الحال جات الحماية المدنية وداتو، والغدوة من ذاك عاودوا جابوه. وراني عاقل كي جا العسكر باش شاف خويا ودار معنا التحقيق قعد يسقسي فينا بالواحد، يعني كانوا باغيين يتأكدوا بأنه كانوا باغيين يخطفوا اختنا غير هكاك، ولا عندهم مشاكل معانا، ولا بسبة الدراهم. ولكن حنايا كامل ما كناش باغيين نهضروا، حتى انطق سيبنا وهو اللي كان راجل الطفلة نتاعنا، وهو اللي قال لهم باللي راهم جاو على جال الذهب وعلى جال الدراهم، وقال لهم باللي لو كان ما يجيبوش الذهب ما غاديش نرجعوا لكم بنتكم. وراني عاقل قاعد يشوف فينا هذاك العسكري وهضر معنا، وقالوا لنا هذو اللي راحوا راهم غادي يعاودوا يرجعوا، وقال لنا بصح كي غادي يرجعوا الخطره هذه ما تعطوهمش الذهب، قالوا لنا قولوا لهم الغدوه ان شاء الله عاودوا روحوا ودوهم. وقال لنا في الوقت هذا تقدروا شو عنا نديروا حل باذن الله. المهم كما قلت لكم يا خاوتي خويا داواه وخيطوه، والغدوه من ذاك جابوه عندنا، وكما كان الحال حنايا دفناه ودرنا له العزا نتاعو. راني عاقل على اليوم الثالث تاع العزا هبطوا لينا هذوك الجماعات الارهابيه، ولكن ماشي نفس العباد، كانوا عباد فخد اخرين، وهما اللي جاو يبروا ذمتهم قدامنا. يا عقل زعما جاو باش يعظموا الاجر للوالد نتاعي، وعظموا لينا حنايا كامل، وقالوا باللي صارت غلطه وهذاك الامير راه طلع جديد وكان باغي يوري روحه. المهم حكاو في هذيك الدقيقه حتى اللي كرهوا، وراني عاقل هبطوا مع 8 تاع الليل وعاودوا طلعوا مع الوحده تاع الصباح، وكي ولاو راجعين قالوا الوالد تاعي الامير راه طالب منك هذيك الامانه باش نرجعوا لك بنتك باذن الله. المهم شاف معها الوالد وقالوا وينها امانه، هيا قالوا هذاك السيد الذهب تاع بنتك وباش غدوه نهبطوها لك معنا. وناض الوالد نتاعي يتحجج باش ينفذ هيك الحكايه اللي قالها له العسكري، ويقول له ما تفهمناش كيما هكا، وغدوه ان شاء الله كي تهبط الطفله غادي تلقاو الامانه نتاعكم واجده. وقال لهم مازال ما وجدش الذهب تاعي كامل، وهذوك الكلاب عياو باش يقنعوا الوالد نتاعي باش يعطيهم، ولكن الوالد نتاعي كان في راسو يموت وما يمدلهمش دورو حتى يشوف بنته قدام عينيه. وهذاك اللي جا وقعد يهدر قالوا معليش يا الحاج غدوه ان شاء الله نجيب الطفله وندو الذهب. كل سمعوا بيك شكيت ولا كاش مراك باغي دير راك عارف واش غادي يصرالك. المهم راحوا هذوك الكلاب وحنايا كملنا العزاء تاعنا، وقعدنا حنايا تاني نتشاروا في الشي اللي راه صاري ومع الشوق اللي كنا فيه. وين وصلت بينا في العزاء تاع خونا، الناس اللي كانوا في العزاء النهار هذاك كل واحد روح لدارو وما بقى حتى واحد من غير العائله نتاعنا. والوالد تاعنا قالنا غادي نخبر العسكر ونشوف واش غادي ندير معاهم، وصح ناض سيبنا وقال كون غير ما خبروش العسكر على خاطرش كون خبروا العسكر قادرين يفيقونا. ولكن الوالد نتاعي بقى مصمم باش يخبرهم، وغير صباح الحال راح خبر عليهم وحكى لهم كل حاجه صرات له وما وصف لهم هذوك العباد اللي جاو عنده. وحنايا قعدنا ثماك في الدار، وكي جا الوالد مع 11 هكاك جاو معاه زوج سيفيل وكانوا رافدين معهم شكاير تاع الخيشه، وجاو الوقت هذاك قبل الغداء. راني عاقل الوالد تاعي في هذاك الوقت كانت عنده إركات. المهم دخلوا للدار وتقهواو وداروا في هذوك زوج عسكر، وهذوك الشكاير تاع الخيشه كان فيهم السلاح نتاعهم. المهم هما كانوا دايرين في حسابهم باش يخزنوا في الدار ويستناو هذوك الكلاب حتى يهبطوا، وكما فهمونا وقالوا لنا ما من العسكر الاخرين راهم موجودين اون
ديسكات في الطريق، يعني تاع محال يهربوا هذوك الكلاب اللي ما يتسموا. وقعدنا حنايا قاعدين بشكل عادي وكيما وصلنا، وهذوك الزوج تخباو في الكوري تاع البقر، وحنايا كملنا النهار تاعنا بشكل عادي جدا. وكما كان الحال طاحت الظلمه وتعشينا وكنا قاعدين مجمعين، وجدنا هذاك الذهب وحطيناه فوق الطابله، وكنا نقارعوا في هذوك الكلاب باش يجوا عندنا. وعلى حساب الخطه تاع العسكر قالوا لنا خلوهم يدخلوا لداخل ويعطوكم الطفله ويرفضوا الذهب، وكي يخرجوا يلقاو العسكر قدامهم. المهم بقينا حنايا نستناو حتى وصلت 12 وما كاين والو. هذوك يجوا ولكن ما جاوش. ومن جهة الوحدة سمعنا الصوت اللي موالف يديروه، على خاطرش هما كان عندهم صوت يتواصلوا به، وقلنا حاجة باينة راهم جاو. وقرعنا زمان ولكن ما كاين والو، وبقاو هذوك العسكر خازنين حتى الصباح. ومن بعد فهمنا بلي هذوك الكلاب يا وصلتهم الهضره بلي العسكر راه مسكر الحاله، يا هما توسوسوا وما بغاوش يهبطوا. وهذوك العسكر راحوا وبقينا حنايا بين وبين. وفي ليله واحده برك خسرنا زوج من العائله، وفوتنا حنايا سمعنا في الفيرما هذه. ومن بعد رجعنا الخدمه تاعنا وكاع ما نروحوش لهذيك الفيرما، يعني كنا نباتوا عاد مرت الوالد نتاعي. وفوتنا واحد السمانه حتى العشريه. وطول المده هذه كيما قلت لكم ما طلعناش الفيلم اللي كانت في بلعباس، ولكن الوالد كان يروح يبات وصباح يجي، واصلا ما كانش عنده خدمه كبيره ابار يجي يشوف الحاله ويعاود يروح. وراني عاقل كيما دروك. روح الوالد تاعي بالخميس ويقعد في الفيلم نهار كومبلي، والسبت الصباح يعاود يرجع. والسبت الصباح بكري لقينا خويا ويما عندنا في الدار تاع وهران، وراني عاقل عليها كيما دروك. خويا الكبير خرج مع 6 باش يروح يجيب واحد السلعه، ومين ولات 7:30 لقاو الباب يطبطب، وغير فتحنا لقينا يما وخويا. ويا خوتي واش نحكي لهم على النهار هذاك. وكي جاو داخلين ديريكت سقسيناهم على الوالد نتاعنا، حتى ضاعت لينا يما وقالتنا قتلوه. وبقينا حنايا نشوفوا في بعضنا وكامل مشوكين. ومن بعد نطق خويا وقال ما قتلوش ولكن داوه معاهم، ويما مسكينه من كثرة الشوك ما عرفتش تهدر. المهم دخلوا وبداو يحكوا وقالوا لنا باللي بالجمعة العشية كانوا يشوفوا في واحد التحركات ماشي نورمال، وقدام الفيلم كانوا كاينين واحد الناس ما يعرفوهمش، ولكن ما كاين حتى اثبات باللي هذوك الناس راهم من الجماعات الارهابيه. والوالد ربي يرحمه بقى غير يعس فيهم، ولكن ما عطاوهش الوقت وما عطاوهش الاوكازيون باش يروح يشكي ولا يهرب العائله. وقالت لنا يما باللي غي طاحت الظلمه شويه حتى نلقاوهم عند الباب تاع الفيلم يعيطوا على الوالد، وكاع قالوا له ما تروح لهمش، ولكن هو خش راسه وخرج ليهم. وقالت لنا يما غير وصل عندهم حتى يسمعوا فيهم يسبوا فيه، وواحد منهم ضربوا بكف طيحوا في الارض، وكانوا 6 ارهابيين دايرين به. وقالت لنا بابا غير ضربوه طاح ديريكت ماشي، ولكن داو التراكتور به بالرموكان تاعو وما قربوش خلاص للدار، ورفدوا الوالد معهم وراحوا. وقالت لنا باللي حكموا طريق عين البرد. وحنايا كي سمعنا الحكايه هكا تشوكينا كامل وبلا فهمه روحنا نشكو، حتى قالوا لنا لازم تهاطوا في بلعباس وتما تشكو. وكما كان الحال دينا الوالده وخويا ورحنا بلعباس وقدمنا الشكوى نتاعنا. وزيد بزياده كانوا كاينين واحد المعارف تاع الاب تاعي كيسمعوا به تشوكاو، وحتى هما بداو يجروا عليه. المهم فات 3 ايام وما كاين والو، وزاد فات شهر وكيف كيف. وفي البريود هذه كامل خرجنا حنايا من الفيرما ورجعنا نهبطوا الصباح على خدمة الشقة ونرجعوا قبل 3 تاع العشية. المهم قسمنا الخدمة ما بيناتنا وخلاص، وصرا فينا الباطل لك حل اليامات هذوك. حتى لواحد النهار وصلنا للفيرما وما لقينا فيها والو، وجاو هذوك الكلاب وداو كلش، ولقينا حتى لي تراس تاع التراكتور. وراني عاقل في الضربه هذيك ما بغينا نشكو ما حوسنا نشكو، وعلى بالنا بلي صاي راهي طفرت فينا، وحتى ولو نشكو بيهم ما عندهم ما يديروا لهم. ولينا هذيك الفيلم ما نروحولاش نهائيا، وقعدنا شحال وكنا نحوسو كاش اخبار على الوالد تاعي، ولكن ما كاين والو. وصرا فينا الباطل وبعنا واحد من الحوانيت وشينا دار، والحانوت هذاك بعناه بنص سومه. وفي الوقت هذاك حتى وصحاب الدراهم وما يقدروش يديكلارو لانهم يخافوا من هذوك الجماعات الارهابيه. وراني عاقل حتى ل 97
في العام هذاك الجيش حكم شحال من واحد اللي كانوا في المنطقة تاعنا، ومن بين هذوك اللي تحاكموا كان واحد هو اللي تعرف وقال بلي الجروب اللي كان فيه هو اللي قتل خويا وخطف اختي، وقال الليلة اللي طلعوا فيها اختي زوجوها الواحد من اللي كان معهم وزوجوها غير بكلمة، على خاطرش على حساب الكلام تاع هذاك الارهابي ما كانش معهم في نفس المجموعة، وهو اللي خبرهم على الوالدة تاعي، ولكن هما كيما ما عطينا لهمش ذهب في الليلة هذيك ذبحوها ودفنوها في الغابة. وكي بغاو يستفسروا على السيد اللي خبر على الوالد تاعي قال هذا الكلب اللي ما يعرفوش، ولكن السيد هذا كيسكن في وهرة، وقال لهم الوالد الله يرحمه مات موتة ربي، وقال لهم هما اللي هبطوا ورفدوه من الفيرما وضربوه وديروا فيه العجب، ولكن عمره مش كامل حاجة حتى جا نهار السيد اللي بيع به، وقال موراها مات الوالد ربي يرحمه، وهما من كثرة العدم الموس كيما صباح الخير، وما على بالوش اذا الوالد مات في نفس النهار اللي تلاقى مع السيد هذاك ولا فات سمانة ولا يومين. المهم هو على بالو بلا رحمات وراه يحكي على الفيرما كي يصدمولها وكي سرقوا التراكتور، ورالهم حتى بلاصة اللي كانوا حاطينه فيها، وقال نهار خاطف الوالد صحاب الفيرما اللي كانوا يخدموا معاهم داولهم عشاء وزادوهم الدراهم، والشي هذا كامل حكاولي صاحبي اللي كان هو بنفسه حاضر معهم في التحقيق. صراحة انا ما بغيش نهضر الشي اللي خاطيني على خاطرش هما داولوا كوارث في المنطقة هذيك، ولكن بغيت نحكي غير الشي اللي كان يعنيني، وفي الحق صاحبي هذاك هو اللي وصاني وقال لي نورمالمون راك تعرف عدوك من حبيبك، على خاطرش هذاك الانسان اللي بيع به ما يكون غير كاش واحد يعرفه وعنده كاش مشكله معاه، وكما قال لي صاحبي هذاك الكلب استعرفه كلش، وقال السيد هذا يخدم معهم غير من الوهران وما يقدرش يخرج، يعني كان يخدم في وسط المدينه وقاع ما يطلعش الجبل، وهذاك الكلب حكى حتى على الرزق تاع بابا والمال اللي كان عنده في هذاك الوقت، وباللي كان انسان لا باس به، وهذاك السيد تاع وهران هو اسبابه وهو اسبابنا، حنايا عينا ما نستخبوا على هذا الشخص ولكن والو. وفي الحق حنايا كي هضرونا هكاك وزدنا ما لقينا القبر تاع اختي وتاع الوالد، ولكن ما كناش متاكدين منه على خاطرش حتى واحد ما قدر يروح لهذيك البلاصه اللي هدر عليها هذاك الكلب، وزيد بزياده قال بلي كاينين بزاف الناس راهم مدفونين في هذيك البلاصه، يعني بردنا على الحكايه وما بغيناش نزيدو نحوسوا على الكلب اللي بيع وخبر على الوالد ربي يرحمه، وكثرت علينا المشاكل في الوقت هذاك على خاطرش مرت بابا وبناتها ولاو يطالبوا بالورثه نتاعهم، وصراحه الشيء هذا كان من حقهم، ولكن الطريقه اللي كانوا يهضروا بها معنا على اساس غادي ناكلوهم، يعني دخلنا في مشاكل عائليه كبيره بزاف، ووصلت بينا حتى وين بعنا الحوانت والدار اللي كانت بالاسم تاع بابا، وبعنا حتى هذيك الفيرما، وكل واحد الحق تاعو، وكما يقولوا الناس التم من شتت العائله، وخوتي كاين اللي حرق وراح الخارج، وكاين اللي بدل الولايه تاعو واللي صرف دراهمه وما دار بهم والو، وحتى الأحباب والصحاب اللي كانوا يدوروا معانا راحوا مع الرزق هذاك حتى العام 2000، وفي هذاك الوقت كنت أنا عايش مع يما في الدار اللي شريناها في وهران، وكنت أنا نخدم في الخضرة، حتى تلاقيت مع هذاك صاحبي اللي قلت لكم عليه هو اللي حضر للتحقيق تاع هذاك الكلب، تلاقيت به صراحة صدفة، وهو بنفسه قال لي بلي عندي 7 شهور وأنايا نحوس عليك، وقال بلي راح الحوانت نتاعنا ولكن لقوهم بدلوا الصنعة خلاص، وهو قال لي كي هبطوا الجماعة تاع الجبل في وقت المصالحة الوطنية كاين اللي حكى على الوالد ربي يرحمه ان شاء الله، وكي سمعت انا هذيك الهضره قعدت نستفاد وقلت له كاني خدام دقيقه باك يجي الطفل ونقعدوا نحكوا وباذن الله. في الحقيقه خاوتي استناني مسكين وراح هو القهوه، وغير وصل لهذاك الطفل نزلت عنده وحكى لي وقال لي بلي عندها 6 شهور هبط واحد من هذو في الجبل، وهو اللي قال بلي كاين واحد البوشي وصلتهم الهضره في الوقت هذاك يدي دراهم بالكراتان، وكانت عندهم المعلومه بلي نخدموا حتى مع الاقامات الجامعيه ونسربوا لشحال من شركات، يعني اللي وصل لهم الهضره واحد منا، وقال لي هذاك صاحبي باللي حكى لهم حتى وين كان الوالد يخزن الدراهم تاعو والشومبر، والسيد هذاك اللي بيع بالوالد حاط دراهم كبار في الوقت هذاك، بالضبط حط 180 مليون باش يترصدوا على الوالد، وهذوك الجماعات الإرهابية حتى حاجة ما كانت همهم عبار الدراهم، وبغى يحكي لي بالتفصيل، وقلت له من الاخر شكون هذا؟ قال لي كان واحد عيطوا للبوشي وكان شريك بابا، وكي هدر لي هكاك انا برت وتفكرت هذاك الشريك والسراق
اللي فاق للوالد ومبغاش يبين قدامنا باللي سرق له دراهم كبار، وهو اللي بيع بالوالد، وهو اللي مد المعلومات كامل عليه، وهو اللي نهار الجنازة تاع خويا ما جاش، ومالغري المشكل ما كانش كبير بيناتهم، والتم فقت صح باللي هو الوحيد اللي كان على باله الوالد شحال يدخل وشحال يخرج من دراهم، وكان على باله وين كانوا مخبيين، على خاطرش الاب تاعي ما كانش يخزن دراهمه في البوسطة، وكان يقول ديما يقعد دراهمك في جيبك، واذا جاتك كاش افير مليحه تقدر تخلصها. وكما كان حال رفدوا هذاك شريكو وحكموا عليه ب5 سنين، وخرج بعد 3 سنين، والشي هذا كامل يدارو على خاطرش حساد وقلبه مرش مليح، وخفت اذا كاش ما يديرولو، ومن بعد يحصلوا غير هما على خاطرش هارك وجوه ما عندهمش قلوب. وماكري كان هو والكلاب اللي كانوا معاه هما اللي قتلوا وفرقوا العائلة وخلونا نتمناو الطرف تاع الكسرة، وهذوك الكلاب بعد ما رجعوا للحبس كامل فتحوا مشاريع ولباس عليهم، وما كاش إرهابي ما سرقش ولا ما قتلش، وكامل كانوا مشاركين وكامل لاباس بهم، كامل مشاركين وكامل لاباس بهم، وكاين حتى اللي نعرفهم كانوا يجوا يحوسوا خدمة عندنا وطلعوا للجبل وكيهبطوا دخلوا للحبس وخرجوا بدراهم كبار جدا. وحنايا كما قلت لكم راح كلش ورجعنا للصفر، وانايا خدمت شحال وشحال من خضره وما بعد كرهت لا دار لا مرة لا مستقبل لا والو، والمستقبل تاعي كان مجهول. وفي عام 2007 خممت وحركت، وفي الوقت هذا كانت شائعة الحرقة من عنابة، والوالدة تاعي مسكينة توفات من كثرة القهر، وزادت لحقتها مرت بابا في 2012. وخوتي البنات اللي كانوا دايرين في بالهم بلي غادي ناكلوا لهم حقهم صلحت العلاقة معهم، وطلعت وحدة فيهم لإيطاليا بها براجلها بولادها، وراني عايش معهم الحمد لله. وخوتي ذكورها كل واحد فيهم واش داير، وحتى هذاك اللي حرق ما عندنا حتى اتصال معاه، الله اعلم واش صرالو. وبسبب هذه العشريه العائله تاعنا كامل تحطمت، وملي كنا يد وحده رجعنا كامل مفرقين، وانايا ما تزوجت ما راني نخمم في الزواج، المهم راني عايش وخلاص. وكل صيف نهود البلاد نفوت يامات ونزور خواتاتي ونعاون نطلع، ولكن الى يومنا هذا مازالت عندي الخلعة من هذاك النهار. ونقول لكم من هذا المنبر ربي يرحم ان شاء الله شهداء العشرية السوداء، وربي يحفظ كامل الناس اللي عانت الفترة هذه. والله يا خوتي الدراهم كنا نحطوهم في شكاية تاع الخيشة مي كانت العشية في تقرضي، والمليون كان باش لامو، ولكن بسبب الكارثة هذيك رجعنا الطرف تاع الكسرة نشتاقوه، ونتمنى ان شاء الله تسمعوا الحكاية ودعموني، واللي ماتوا منهم الله يرحمهم، واللي مازالوا محيين ربي يجمعنا معهم ان شاء الله في ساعة خير. ولهنا خوتي وخواتاتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.